بالضبط طلعنا من الدكتور الباطني، اتصل عليه قال له عندي حالة فيها حاجة في المرارة وحبعتهم لك على طول. قال لي اعمل إشاعة السابقة ويجوني. عملنا الإشاعة ورحنا له. وصلنا عندي هناك معاه التليفون، استنى لما خلص تليفون، استنى تليفون وحالة خطيرة يعني. برضه هو مش عاوز يفتح العيادة ولا يدخلنا عندي. بعد كده اما العيل الصغير تهجم بسب الديانة تحت القهوة وكل شيء عندي متوقع. هو بيقول لك لا انتوا اللي سبيتوا. قلنا له طلع كاميراتك، لو في اي حد فينا فيه غلط تاخذ حقك، لينا حق ناخذه. هو رفض الكلام ده برضه، قال له دخلنا الكشف ما رضيش يكشف على الحجه. الناس في برا اللي ليهم مرضين معانا داخلين يكشفوا، يا عم اكشفوا له، يا عم الحق الحاجه. وقال مش هكشف له، انا مش هكشف له، وصمم رايه بانه مش هيكشف عليه. هذا اللي حصل مع كل الدكتور. لا كل كلامنا بادب واحترام معه، بس هو للاسف قلنا له حتى زميلك الباطن اللي حولنا عندك ما عرفش حد، قام سايب لنا العياده وخد بعضه وطلع برا. ما بصش على اي حاجه في الحاله ولا تحرك من مكانه، واحنا قاعدين في وشه، قاعدين على الكرسي الصغير بتاع الاستراحه، وهو ما رضيش يقوم ولا يتحرك من مكانه خالص. بتكلم معاه قال لك لا انا عيادتي وانا حر فيها. ده هو بنفس الدكتور والفيديو موجود. قال انا عيادتي وانا حر فيها، لا اكشف له اكشف له، مش هكشف. يعني حاجه بمزاجه، يكشف ما يكشفش، ده حاجه بمزاجه هو. ليه مريض قدامه عيان ما لهوش صالح بالكلام ده. هو توفى ده بعد ما سابنا وطلع من برا بالضبط. بعد ما قفل الباب وقال لي التمرجي متى ما يطلعوا ابقى اقفل العياده. انا شايلها على بعض قاعده على حجري كده وعملت دماغها كده، بصيت عليها يما 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 ما فيش حاجه خالص. هذا اللي حصل من الدكتور كله، وهو ولا سأل في حاجة مريض ولا سأل في دي ايه حالتها، ولا يعني لو على الأقل حاجة لو أراضي الخواطر، لو مسك السماعة وحط عليه كده وقال يا اخوانا خدوه وروحوا كان أشرف من اللي عملوا معانا ده. لكن هو قال لك عيادتي وأنا حر فيه، مش هكشف يعني مش هكشف له، وصمم رأيه بأنه مش هيكشف. هذه الخيد القسم وحالف يمين ما حلفش يمين، الله أعلم.